من الصعيد للدلتا مفيش بني آدم ما يعرفوش. قضى عمره كله بيدافع عن تراب بلده ووطنه، وأهل مصر كلهم بالنسبة له ولاده وأهله وناسه، وياما جمعهم حواليه في مزرعته، مزرعة أبو سميدة في الشرقية، لدرجة إن عنده استعداد يجي على نفسه علشان يشوف الكل مبسوط ومرتاح. الربان عمر المختار حسين عمر سميدة اتولد وسط عيلة من أكبر العائلات في الشرقية. والده يبقى الطبيب حسين عمر سميدة اللي كان من الضباط الأحرار، وجده يبقى عمر سميدة اللي كان رئيس المحاكم العرفية. ده غير بقى باقي عيلته اللي كل واحد فيهم منصب أهم من التاني. الربان عمر المختار اتولد سنة 1946 في مركز فقوس محافظة الشرقية. عاش فترة دراسته كلها في الشرقية لغاية ما خلص ثانوية عامة، وبعدها سافر على اسكندرية علشان يدخل الكلية البحرية. وفعلا خلص الربان عمر سنين دراسته في الكلية اللي كان من المتفوقين جدا فيها، وبقى معاه بكالوريوس في العلوم البحرية والعلوم العسكرية. وبيتخرج الربان عمر سنة 1967، ومن وقتها والربان عمر مقرر إنه عنده استعداد يعمل أي حاجة طول ما هي هتبقى في مصلحة بلده. وأول ما بيتخرج الربان عمر من الكلية كان حظه إنه يبقى من الناس اللي شاركت في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، وفعلا كان بطل وبيدافع عن بلده بكل حب وأمانة، لدرجة إنه أخد نوط الواجب العسكري بسبب دوره البطولي في حرب أكتوبر. وبعد سنين من الشغل اللي كان بيعمله بكل حب وأمانة، جه وقت التقاعد. وقتها قرر الربان عمر إنه يشتغل في العمل الخاص كرجل أعمال، وفعلا اشتغل في حاجات كتيرة جدا، من استصلاح زراعي لصناعة طوب، وتقريبا أغلب الشغل اللي بيعمله في مصر والسعودية. لكن الأهم بقى من الشغل الخاص إنه قرر يركز أغلب وقته على العمل الخيري، لأنه عنده اعتقاد إن العمل الخيري والعمل المجتمعي هم أحسن حاجة ممكن الواحد يعملها في حياته. عشان كده أسس مؤسسة عمر سميدة لتنمية المجتمع وحقوق الإنسان. لكن بعيداً بقى عن الرسميات، فالربان عمر سميدة شخصياً بيحب الناس جداً، ودايماً بيدور على أي سبب علشان يفرح الناس ويحسسهم إن هم مسموعين. عشان كده هنلاقيه بيستغل كل المناسبات والأعياد طول السنة علشان يعزم الناس ويجمعهم سوا. لكن طبعاً الكلام ده كله عمره ما نساه دوره الوطني وحبه لمصر. عشان كده الربان عمر سميدة كان صاحب فكرة والمؤسس الأول للمجلس القومي للقبائل المصرية والعربية، وكمان يبقى رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ. الربان عمر المختار سميدة زيه زي ناس كتير جدا في بلدنا، لا هاممهم أضواء ولا شهرة ولا حتى عايزين مكاسب مادية. كل اللي فارق معاهم بجد إن هم يشوفوا مصر في أحسن صورة ويخدموا ناسها بعينيهم.